السلام في بداية فيديو جديد ضرب نار. ازيكم يا اصحابي يا جامدين، عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا يا اصحابي يا جامدين، اسف على الغياب الطويل يا جماعة. الكم يعني انا غايب في الفيديو في القصص الكاملة قصدي الحكايات الكاملة بقالي 3 شهور او شهرين. لسه بكمل في بروك هيفن. في الفيديو ده أنا بحاول انزل الفيديو ده، لكن بيتحذف في ساعات. أصحابي جامدين. وده مين يا جماعة؟ طبعا اللي احنا عارفين ده اللي احنا عارفينه، وولف باك. ما بعتش الماب، ما خلاص ما بقتش بتاعته. يعني بقاله 8 شهور، يعني بقى من 4 فبراير 2025. فأنا غير ما أطول عليكم ونبدأ قصة بروكيفن. نسيت يا جماعة، من الفيديو اللي أنا بسجل بيه ده ساعات بيمسح الفيديو اللي أنا لسه تعبان فيه. ولكن انا كسرت لك الكمبيوتر. الفيديو اللي فات. ليه عملت كده؟ ليه دمرتيني؟ الجزء الرابع. هجيب 8 كمبيوتر منين دلوقتي؟ انا انتهيت. انا اسفه، ولكن كان لازم اساعدك وابعدك عن اللعبه ديت خالص. ما كانش قصادي حل غير كده. جوزي، انزل اشتغل زي بقيه الناس. بعد فترة. برافو عليك، برافو. انا ده اللي كنت مستنيه منك. حلو جدا جدا الوحدات دي. انا حاولت ان انا اعمل كل حاجه زي ما انت قلت لي بالظبط. انا رجعت اشتغل تاني الحمد لله. شكرا عشان ساعدتني ان انا اثق في نفسي. بس انت لما جيت لي اول مره المستشفى قلت لي انك في يوم من الايام هتكون غني. ازاي في يوم من الايام هتكون غني؟ الشغل ده عمره ما يخليك غني. ايوه، انا كان عندي حلم. ان انا اعمل لعبه واطورها، ولكن الحلم اتدمر خلاص. مراتي قالت لي ان انا بجري ورا وهم، وخلاص مش هجري تاني. طيب يا ابني، انا خليتك تعمل الاجهزه اللي وراك ديت مش ليا انا ما بعرفش استخدم الاجهزه ديت اصلا. المكان ده معمول ليك انت. كمل حلمك. لو انت ما جريتش ورا حلمك وحققته، مفيش حد هيحققه مكانك. نعم، حذر. المكان ده ليا انا مستحيل. ايوه ليك انت، ما تضيعش وقت. يلا نبتدي شغل. واخيرا مرة تاني هبتدي البرمجة بتاعتي. ولد عنده حماس كبير بيفكرني بشبابي. كمل يا ابني وان شاء الله اللعبة ديت هتنجح جدا. انا مش عارفه هو ماله، هو اتجنن ولا ايه؟ على طول واقف كده وماسك الموبايل ورايح جاي. وولف، مالك في ايه؟ انا عايز اقولك حاجة. انا نشرت اللعبة. الدكتور خلاني اشتغلت عنده ونشرت اللعبة واللعبة ابتدت تتشهر. في ناس كتير جدا بتلعب بروك هيفن. محتاج ان انا اطورها وبس. انت رحت كملت برمجة اللعبة في مكان تاني؟ اللعبة اتنشرت وفي ناس بتلعبها؟ ايوه، قلتلك في يوم من الايام هبقى مليونير. الموضوع كله بيبتدي بمجرد حلم. انا هدخل اكمل. وكمان اشتريت كمبيوتر جديد. واو، انا حاسة كده ان ولف احلامه بتتحقق ولا ايه؟ شكله هيبقى غني جدا جدا بجد. احنا شكلنا هنتنقل نقلة تانية بعد سنين. دروم دروم دم دم دروم دروم دم. انا مش مصدق الاحلام اتحققت حقيقه من مجرد عايش في بيت فقير. لا، عايش في الاسره اللي قصادكم ده. الحاجه الوحيده اللي ناقصاني هي ان انا اعيش مع عيلتي. ايوه يا حبيبتي، هو شغال بس شغال زي ما هو. انا عارفه كويس ان انت بتتضايق لان بابا مش بيلعب معاكي، ولكن مفيش حل. يا ماما، طب حتى مره واحده يلعب معايا. احس ان هو بابا بتكون الحفلات في المدرسه كتير وما بيجيليش ولا حفله. هو دايما مش موجود، على طول مهتم بالبرمجه وبالشغل بتاعه. ايوه يا حبيبتي انا عارفه، بس صدقيني غصب عنه. انت مش عارفه باباكي مكافح ازاي. لازم كل شويه يطور اللعبه اكتر، لازم كل شويه يعمل حاجه مختلفه، لان اللي بيلعبوا اللعبه على طول بيزهقوا. دايما محتاجين جديد. انا المره ديت هعمل لهم تحديث جديد، في ادوات بنا وفي بيوت جديده وفي عربيات جديده. لازم كل شويه اعمل حاجات تكسر الملل. طيب يا بابا، وعلشاني انا مش ناوي تكسر الملل بتاعي انا؟ انت على طول سايبني يا بابا. انا اسف ليكي. انا عارف ان انت اتحملت كتير قوي، ولكن اوعدك ان كل اللي بعمله ده قرب يخلص قريب. قريب مش انا اللي هعمل كل حاجه بنفسي. قريب هبقى فضيلك جدا جدا. نعم، بجد يا بابا؟ ايه ده وولف، انت بتقول ايه؟ يعني ايه قريب هتبقى فاضي؟ هتبقى فاضي ازاي؟ ايوه ديت الحقيقه. بقالي حوالي 5 سنين كل يوم في شغل. كل يوم مشغول، مش بقعد مع حد فيكم خالص. دايما دماغي شغاله ما بتقفش. ما بنامش كويس. طول الليل بفكر هعمل ايه جديد. واخيرا
انا هرتاح خالص. هتعمل ايه؟ انا مش فاهمة. هبيع بروك هيفن ايه؟ بعد 4 سنين. هتبيعها؟ نعم بابا. بعد ما انت كنت تعبان فيها تقوم بايعها عشان عيلتك؟ ليه يا عم؟ من اللعبة حلوة عليك، ما انت نجحت فيها. تلعب معايا تاني؟ ايه ده؟ وهتخرجنا لان بقالنا كتير مش بنخرج، وهتروح معايا حفلات، وانا نفسي اصيف. ايوه، كل حاجه انتوا عايزينها انا هعملها. قصتي من مجرد مبرمج فقير زي ما انتوا شفتوا، ولكن كل حاجه بثمن. العيله ديت تعبت جدا علشاني، واخيرا انا عايز اديلهم فرصتهم انهم يستمتعوا بحياتهم وبوجودي. شكرا ليكم كلكم. طبعا يا صحابي يا جامدين، الشركة اللي اشترت اللي استحوذت على الماب، الشركة اللي استحوذت على بروكلين هي اسمها شركة فولدكس اهي. ده شكل الشعار بتاع فولد اي اكس. استحوذت على ماب بروكلين نهائيا. وولف قال انه هيراقب الماب كويس وممكن نشتغل معاهم فترة. هو قال بنفسه كده عشان احنا عارفين ان شركة فولدكس دلوقتي بقت بتدير بروكلين، بس مبقاش يركزوا في تطوير المحلات ولا يحدثوا المحلات. وآخرهم حدثوا الشرطة، هتجددوا اسم الشرطة والملجأ وكل الكلام ده، لكن في حاجة ناقصة، لأن محل شعر الأظافر، محل حلاقة، وكمان القهوة. أنا نفسي يطوروا محلات بس لسه ما كملوش. وولف باع الماب عشان هو ومش كل شوية شهر يشتغل. ده باع الشركة الماب بملايين الدولارات بسعر غير معروف. يعني وولف ده ضيع مستقبله. بس هو عشان احنا مش حاسين بكمية التعب اللي هو تعبان فيها. لأن شركة فولدكس دي أنا عرفتها، الشركة دي يا جماعة دي بتعمل تطوير ألعاب جامدة. فولف باك بعلوم ماب، بس قال هشتغل معاهم فترة مؤقتة، وقال إن هيراقب الماب كويس. مع السلامة يا وولف، هتوحشنا. قبل بيوت اتباع ونهاية روبلوكس للأبد، وتغيير شكل متجر شوفوا لعبة السبتور روبلوكس، بيقول لكم ايه. وتحديث قوي جدا في لعبة روبلوكس، وأخبار تانية معانا كتير جدا في فيديو النهاردة. لكن قبل ما نبدأ في جيف أواي جامد جدا، وإن بروك هيفن اتباع. للأسف للأسف ما بالبيوت اتباع. اتباع اللي اسمه وولف باك ده. زي ما شايفين بيقولوا وولف باك هاز سولد بروك هيفن تو فولدكس. تمام، في شخص اسمه فولدكس أو شركة اسمها فولدكس، تمام، هي اللي اشترت ماب البيوت. ودلوقتي اللي هو صاحب ماب البيوت اللي هو بروك هيفن مان وولف باك، تمام، ما بقاش ليه صلاحيات دلوقتي لماب البيوت، لانه خلاص باعه مبقاش ليه للابد. صلاحية. واللي كان شفتوا؟ بيعمل لنا اسرار بقى وبتاع وكده، خلاص ماب البيوت ما بقاش بتاعه. وحاجه بجد حزينه جدا ان هو باع الماب ده. زي ما شايفين لو دخلنا على حسابه مش هتلاقوا ان ماب البيوت تبعه خالص، لان حرفيا اتباع للابد. فحرفيا حاجه حزينه ضيع جدا. مستقبله. ويعني للاسف يعني ماب البيوت مش هيبقى فيه اسرار والتحديثات القويه جدا اللي كنا بنشوفها زمان، تمام. ضيع ولكن مستقبله يا الله اعلم، سبتو. يعني ممكن يكون في تحديثات قويه جايه في المستقبل من الشركه دي. ولكن عموما شركه فولدكس دي هي شركه بتضم العاب كتير جدا جدا جدا. فزي ما شايفين دي كلها العاب الشركه اللي اسمها فولدكس دي. بدهم ألعاب كتير يا جماعة. هو بيقول ايه؟ معرفش اللي شبه واللعبه اللي هي الفيسبوك البيس ده برضه قوي. بيد وورز، يا تمام. ريت يا جماعة تعرفوني ايه اللي سو شبه ساموراي دي، الفيسبوك تمام، ده. واللي هي دي الشعار اللي كويست، شبه تمام. الفيسبوك ده اوي. فاهم هو ليه عمل كده؟ ولكن بنسبه كبيره هو بتاع بملايين الدولارات. حرفيا بنسبه كبيره هو بتاع بملايين الدولارات وارقام عاليه جدا. وزي ما شايفين هنا كاتب لكم حرفيا ان اسمه فولدكس ده كاتب لكم حاجات كتير جدا. بيقول لكم ان ماب البيوت يا ده من بصوا، اقوى اللي مش عارف ايه في لعبه باع روبلوكس، الماب واول ب100 ماب في لعبه دولار روبلوكس عشان كلها. عيلته. وجايب عدد فيزيتات مش عارف ايه، وبيلعبوا عدد مش عارف كام في الشهر، تمام. احنا عارفين ان ماب البيوت جامد جدا، تمام. وبيقول للناس بقى ان هو هيعمل تحديثات قويه ان شاء الله ومش عارف ايه، وبيتكلم عن حاجات زي كده يعني. فسوف ننتظر اسبوعين كده ونشوف التحديثات بتاعتك هتبقى عامله ازاي يا باشا. وبس، خلاص وايه بقى رايكم بقى في تحديث محور الماب التحديثات؟ بقى 7 أيام، ايه كل بالظبط اللي جمعة هيحصل 7 وهيتم أيام. بالظبط بعد ما الشخص ده يبقى الاونر بتاع بروك هيفن. وبس يلا بينا على الخبر اللي بعده والخبر الاخير معانا. الخبر اللي بعده معانا زي ما انتم شايفين ده حد اسمه دانكن مارك بيقول ان روبلوكس نو انا كان هاف ذا سيم ديسبلاي نيم از ستار كريتورز يوزر نيم. يعني دلوقتي لو في مثلا شخص في لعبه روبلوكس اسمه نيك، اللي هو مثلا من ضمن مثلا الجروب اللي هو بتاع روبلوكس ستار كريتورز. وبس كده يا صحابي جامدين، ان شاء الله تكون دي حلقتنا النهاردة، وسلام.